قبل ما ابدأ كده يا صديقي، عايز اعرفك ان ده الملخص التالت، فلو عايز تشوف الملخص الاول والتاني هسيبلك اللينك في اول التعليقات او في صندوق الوصف. ومن غير ما اطول عليك ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا نبدأ الحلقة. بنشوف مارين وهي فرحانة جدا باللبس وبتقوله انا لازم اخد شوية صور. بتقوله صورني وبياخد ليها كام صورة موت كده يا صديقي وبتعجبها الصور. بتقوله انا هنشر الصور دي علشان الناس يشوفوها. بعدها بتقوله ايه رأيك تروح معايا في الفعالية الكوسبلاي؟ بيتوتر كده وهي بتقوله هعدي عليك بكرة. بنشوف الحدث متجمع فيه ناس كتير ومارين بتكون مبهورة من كمية الناس اللي موجودة والاشخاص اللي عاملين لبس كوسبلاي زيها، وبتبقى مبهورة جدا بيهم. بتقوله ايه رأيك، لكن هو بيكون متوتر على الاخر. بيقولها في فتيات كتير هنا وحاسس انهم بيبصوا عليا. بتقوله ده شكلهم بيبصوا على اللبس بتاعي. بعدها بيروحوا مكان تاني بيشوفهم شخص بيقول لهم ينفع اخد صورة. بتقوله انت بتكلمنا انا؟ بيقول لها ايوه. ومارين بتكون سعيدة. بعد كده بتقف علشان تاخد الصورة وبتشوفها وبتعجبها على الاخر. بتقوله طيب يلا يا عم ناخد صورة بده. بيجهز له الصورة كده. بتقوله ما تقرب يا عم وبياخدوا الصورة وبتشكره. بعدها وواحد تاني بيجي يصورها برضه، والواد بيشوف اشخاص لابسين لبس الشخصيات المفضل ليهم وبيقول انا سعيد جدا اني وفيت بوعد المارين، وبيفتكر ايامه وهم مع بعض. بتبص عليه كده وبتضحك له. بعدها بتخلص التصوير وبتجري عليه. بتجيله وبتقول له انا افتكرتك مشيت، كنت عايزه اقول لك انا هموت من الحر. بيقول لها ايه. بعدها بيروحوا يقعدوا في مكان يستريحوا فيه شويه. بتقول له ممكن تفتح لي السوسته شويه. بيقول لها انا مش هقدر اعمل كده، ولكن بيفتكر انها مش هتعرف تعمل كده لوحدها. بتقول له تسلم ايدك، ممكن بقى تنشف ظهري. وشه بيحمر على الاخر لكن بيساعدها وهي بترتاح. بعدها بيقفل السوسته وبتقول له ينفع نرجع تاني بسرعه. بيرجعوا وهي بتنادي على البنت دي. بتقول لها انا اسفه جدا علشان اتاخرت عليكي. بتقول لها عادي مفيش مشكله، وبتيجي علشان تاخد الصوره. شويه هوا بيطيروا اللبس وهي بتلقط الصور على كده، ولكن بتعتذر منها. بتقول لها هاخد غيرها حالا. بعدها بيمشوا وهم راكبين المترو كده. بتقول له اليوم ده كان جميل جدا. بعدها بيقول لها شكرا ليكي، انا استمتعت كتير النهارده. وبتقول له وانا كمان استمتعت اكتر، شكرا ليك. وبيقعد كده بيقول انا كان نفسي العلاقه تطول ما بينا وشكل دي النهايه، لكن بتقول له هنعمل ايه في الكوسبلاي تالي. بيقول لها ايه انت مش قصدك على اللي احنا عملناه؟ بتقول له اللي عملناه ده واحد من اصل 50 شخصيه. بعد كده الواد بيكون فرحان. بتقول له ايه ده، انا شايفه واحد سعيد. بيتحرك كده. بتقول له عايز تقول حاجه؟ بيقول لها انا مبتدئ ولكن هحاول اعمل اللي اقدر عليه باحسن طريقه. بتضحك وبتقول له طيب يا عم ماشي، وهشتري لك تمثال عشان تظبط عليه. بتوريه واحد كده ولكن بتشوفه تعبان. بتقول له ممكن تنام شويه عقبال ما ننزل. بيقول لها طيب. وبتقول له ان الجميع كانوا مستمتعين جدا بالفعالية النهاردة. وبتقول يا لو حضرت اكتر من كده. ووسط ما هي بتتكلم بيقولها انت كنت جميلة جدا اليوم. والبنت بتسكت كده وبتفتكر لما قال لها انا بقول كلمة جميلة على الاشياء الاحب ليا لقلبي. وبتبص له وبتكون محرجة جدا وشكل القلب بيدق كده يا صديقي، ولكن هو بيكون نايم. بعد كده بنشوفهم وهم في البيت بيغسلوا الشعر وهو بيقول لها طريقة من الكتاب. بتبص عليه كده ووشها بيحمر. بعد كده بنشوف الجد في الطريق وبيحكي لها السبب في وقوعه. بيقول لها لقيت كوجو جايب ملابس فتيات معاه. بتقول له ده سبب وقعتك على الارض. والجد ما بيكونش مرتاح كده. بعدها بيوصل وبيخش. بيقول اهلا جدي وهو ماسك هدوم مارين. وبيشوف مارين وبتخض كده. بعد كده بيقعدوا وبيقول لها اسف علشان عليت صوتي عليكي. بتقول له مفيش مشكلة. بعدها بيقول له انت كنت بتعمل اللبس ده، انا مندهش من مهارتك. بيقول له ده عمل جيد. بيقول له بس لسه محتاج كتير من التدريبات. ومارين بتكون قاعدة ورا وبتقول هو ايه اللي بيحصل لي ده، انا شكلي حبيته ولا ايه؟ نبض قلبي سريع جدا، شكل ده الحب يا صديقي. وبتكون بتطير فعلا من الارض. بعدها بطنها بتطلع صوت وبتتحرج على الاخر والظاهر انها جوعانة يا صديقي. وبيقول لها انت عايزة تاكلي؟ وبيحضروا الاكل. بتقول له طعام حلو جدا، انا ما دقت ازاي قبل كده. بتقول له انت ماهر قوي في الطبخ كده ازاي؟ بيقول لها انا من ساعه ما ابويا وامي ماتوا جدي اعتنى بيا وساعدني على التعلم. بتقول له انا لما امي ماتت اعتمدت على نفسي وسبت ابويا وجيت
جيت هنا ومن وقتها وانا بطبخ لنفسي. بتوريهم صورة لطبخها وبيكون مصدومين من المنظر لان كله اكلات سريعة التحضير، ده ما بيكونش مفيد للصحة اطلاقا. جده بيقول لها لو عايزة تبقي تيجي تتعشي معانا يبقي تعالي، وبتمشي علشان تروح وبتقول له انا سعيدة جدا بالعشاء. بعد كده بتكون هتمشي، بتقول له هشوفك بكرة صح؟ بيقول لها نعم وبتودع وتمشي. بتقول هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا ما ببقاش قادرة امسك نفسي في وجوده، انا شكلي حبيته ولا ايه؟ بعد كده بنشوف البنت دي بتجري في المطرة وبتقف كده والجد بيلاحظها بيقول لها اتفضلي. بعد كده كوجو بيجي، جده بيقول له انا هخرج. بيعرفوا ان زميلته فوق بتستحمى، بيقول في نفسه كده انا ماليش اصدقاء غير مارين، مين دي؟ ولا شكلها نصابة او حرامية، انا لازم نتأكد. بيفتح الباب كده وبياخد الصدمة والبت مش عارفة تتكلم. بعد كده بنشوفهم قاعدين ومحدش بينطق كلمة. بيقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ بتقول له جيت علشان ازاي. بتقول له انت اللي صنعته صح؟ بيقول لها اه. بيقول يبقى هي جاية علشان لبس الدمى اللي انا بصنعها. بيقول لها طيب ممكن اسمك والسنة الدراسية؟ بتقول له انا في تانية ثانوي. بيقول ده اكبر مني. بتقول له في مشكلة؟ بيقول لها لا. بتقول له ممكن اشوف ازاي حالا. بياخدها عند الدمى ولكن ابتسامتها بتروح كده، بتتفرج عليها شوية وبيكون عاجبها. بيقول لها وانا كمان بحبها. بتمسكه من كتفه. بتقول له احنا بنعمل ايه هنا؟ بيقول لها بنتفرج على الدمى. بتقول له ما انا عارفة، انا قصدي على لبسي الكوسبلاي. وبتوري له صورة مارين. بتقول له انا عايزة اعمل واحد زي ده. بيقول لها انا مش بشتغل فيه كعمل، لكن هي بتقفلها معايا صديقي. بتقول له طيب انت شفتني ولا فاهم؟ فلو ما نفذتش الطلب هبلغ عنك. الواد بيقول لها اصبر وبتصدم من اللي هي بتعمله. بتقول له ها هتعمل ايه؟ بيكون مصدوم صدمة كبيرة لكن بيهدى. بيفتكر ان البنت دي شبه البنت اللي مارين معجبة بلبسها. بعد كده بيقول لها انا اسف. بيقول لها انت عرفتي مكاني ازاي؟ بتقول له الصراحة كده كنت قاعدة بتصفح وشفت الصورة بتاعت مارين اللي نشرتها، بعدها عرفت ان هي في الفعالية بتاعت امبارح ورحت وفضلت اراقبكم لحد ما دخلت البيت. بتعتذر منه على اللي هي عملته. بعد كده بتيجي مارين وبتكون على وشها الصدمة. بيقولها اسمها لكن هي بتقول له ما تقولش اسمي لحد. مارين بتهجم عليها. بتقول لها انا بموت فيكي والكوسبلاي اللي انت بتعمليه. بيقول لها ده شافت صورك وعجبتها. البت بتروح عالم تاني من الفرحة، بتنتلك عليها وهي بتقول لها انا شفتها صدفة بس. بتقول لها انا مش مهتمية بيكي بل باللبس. بتقول لها عينك واسعة وظريفة كمان، احنا في ايه ولا في ايه يا بنتي؟ بعد كده الامور بتهدى. بتقول له عايزاك تعمل لي زي الليلة السوداء. بتوري له الشخصية صاحبة اللبس اللي هي هتعمل، وبنشوف قصة جانبية تبع ازاي ومارين بتفضل تحكي له عليها وبتعرفه انه في تفاصيل كتير وهيبقى صعب شوية. وهي بتقول له انا لو اشتريته مش هعرف اعدله، علشان كده انا عايزاك تعملهولي وفي نفس الوقت يكون على مقاسي. مارين بيتكلموا شوية عن الشخصية وبيكون فيها شوية عيوب، والبنت بتقول لها اسكتي بقى، دي الشخصية دي المفضلة لدي، وبتعيط كده. بعد كده بتهدى وبيقول لها انا هروح اجيب لك هدومك. بتقول له طيب ممكن رقمك علشان ابعت لك المقاسات؟ بيقول لها ماشي. وبتقول لهم ما تسوقش الفهم. بيقول لها على ايه؟ بتقول لهم انتوا بتتوعدوا. بيتحرجوا كده جامد. بيقوم فيها بيقول لها لا احنا مش كده خالص. بتقول له اسفة. ولكن على الجنب التاني مارين بتكون فرحانة جدا وهي بتشوف كده. بعد كده بتقول لها بما ان احنا بنحب لبس الكوسبلاي ينفع نعمل معا؟ بترفض قبل ما تخلص كلامها. المهم كده يا صديقي بنكون وصلنا لاخر الحلقة، فلو عجبتك ما تنساش تمس عليها باللايك والاشتراك علشان تدينا حافز اننا نكمل الملخص ده. وحاجة اخيرة عايزك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ومع السلام. سلام.